أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة معنا مغامرة جديدة وشيقة جدا من مسلسل الأفاتار. ولد صغير اتحمل عبء حماية العالم كله وإنه لازم ينهي الحرب ويمنع الدمار اللي هينهي العالم. تابعوا معنا الأحداث للنهاية لأنها فعلا ما ينفعش تفوتكم. بتبدأ الأحداث في ليلة في مملكة النار واللي بيعيش فيها كل مسخري عنصر النار، وبنشوف إن كان بيمر في السماء المذنب الناري، وطالما نار يبقى ده إشارة كبيرة لعشيرة مسخري النار. المهم إن كان في الوقت ده واحد من الجنود بيهرب في شوارع المدينة ومجموعة من الجنود بيطاردوه، وكان معاه رسالة عاوز يهرب منهم علشان يوصلها للملك بتاعه. وفجأة لما بيلاقي نفسه متحاصر بجنود عشيرة النار من كل اتجاه وكان بيهاجموه بشعلات النار اللي بيكونوها من ايديهم بحركة واحدة، هو كمان ما طلعش شخص عادي، ده كان من مسخر الارض وبيقضي على عدد كبير من الجنود. بس اللي كانوا بيطاردوه كانوا كتير، وبحركة من ايده بيشق الارض من تحتهم وبيخرج منها صخور بتسد طريقهم، وبيتحكم في الصخور دي وبيرموهم بيها يمين وشمال علشان يقتلهم. وفي الوقت اللي كان بيهرب منهم خلص وقرب من نهاية الطريق اللي كان صاحبه مستنيه فيه، ومعاه كائن زي النعامة كده عشان يجري بيهم. الجنود بيهاجموه وبيوقعوا على الارض لما بيرموا بالنار. ساعتها الرسالة بتقع من ايده على الارض، ولما بيلاقي ان مفيش مجال انه يعرف يهرب منهم ولازم الرسالة تروح للملك، بيرمي الرسالة لصاحبه لما بيتحكم في الارض من تحتها علشان هو يسلمها. ومرة واحدة بيتحكم في الصخور ويسخرها لغاية ما بيعمل جدار في اخر الشارع علشان يعطلهم وما يلحقوش صاحبه. اما هو فجنود النار بيقبضوا عليه وبياخدوه للملك، وكان فاكر انه نجح في مهمته وانه بوظ عليه الحرب اللي بيجهزوا لها وعنصر المفاجأة اللي كانوا معتمدين عليه. بس المفاجأة اللي صدمته لما الملك بيقول له انه هو اللي قصد انه يعرف بخطتهم، وانه كان عاوز ملك عشيرة الارض يعرف بالخطة دي عشان يحشد جنوده على الحدود ويبلغ باقي عشائر العناصر الاربعة علشان يساعدوه. وفي الوقت اللي هيكون كل التركيز على عشيرة الارض والحرب اللي هتحصل فيها، ساعتها الجند بيسأله طب ليه بيعمل كل ده؟ فالملك بيمسك ايده وبيقول له انه عشان يقضي على اخطر تهديد لهم كعشيرة النار لان ده وقتهم، وبيولع فيه لغاية ما بيتفحم. ولما واحد من مستشارين الملك بيقول له ان الافاتار لسه ما ظهرش وان عشيرة تسخير الهوى مش بيمثلوا خطر عليهم علشان يهاجموهم، فالملك بيقول له ان فهم الافاتار وحتى لو ما كانش ظهر ده سبب اقوى انهم يمحوهم من الوجود ويمنعوا اي فرصة ان الافاتار يظهر، لان المفروض ان في التجسيد الحالي للافاتار يكون واحد من عشيرته تسخير الهوى. وبنعرف ان من 1000 سنة وكان موجود 4 عشائر قوية بيمثلوا العناصر الأربعة للأرض، الهواء والمية والأرض والنار. كل عشيرة منهم كانوا بيمتلكوا قدرة التحكم في عنصر من العناصر الأربعة دول، وكلهم كانوا عايشين في تناغم وسلام على مدار 1000 سنة، واللي كان بيحدد السلام بين الكل كان الأفاتار. وده شخص واحد بيكون عنده قدرة تسخير والتحكم في العناصر الأربعة كلهم علشان يحمي التوازن الهش بين العشائر. ولما بيموت الأفاتار روحه وقواه بتتجسد من جديد في جسد وشخص جديد، وده بيكون في حلقة أبدية، وكان كل تجسيد للأفاتار بيكون في واحدة من العشائر وهكذا بالترتيب. بس من وقت موت الأفاتار الأخير واللي كان من عشيرة النار ما ظهرش الأفاتار الجديد، وعشان كده سيد النار سوزين واللي كان عديم الرحمة استغل الفرصة وقرر انه يعلن الحرب على كل العشائر ويخضعهم تحت حكمه، وبالتالي يحكم العالم كله. واختار توقيت ظهور المذنب الناري لأن المذنب ده لما بيظهر على حسب الأسطورة قوة عشيرة النار بتتضاعف وبيقدر انهم يصنعوا النار من غير مصدر من حواليهم. وعشان يضمن نجاح خطته وحكمه للعالم كان لازم يقضي على الشخص الوحيد اللي هيقف في طريقهم وهو الأفاتار. والأفاتار اتجسد المرة دي في عشيرة تسخير الهواء على حسب الترتيب والدائرة المحددة. المشكلة بقى ان الأفاتار ده كان لسه ولد صغير وما يعرفش أي حاجة عن موضوع الأفاتار ولا المسؤولية اللي وقعت عليه وواجب عليه حماية العالم. الأفاتار ده يبقى أنغي الولد الصغير، كان عايش في بحيرة في عشيرة الهواء، وبنشوفه قاعد على برج من أبراج القصر اللي كان في المدرسة الجنوبية لتسخير الهواء. لما المعلم بتاعه غياتسو بينادي عليه أنغي بيطير في الهواء وبيتنقل من برج للتاني، والمدربين والمعلمين واقفين تحت بيتفرجوا عليه وهم مذهولين من موهبته الغير عادية. ولما بينزل المعلم بيقول له انت لازم يعني تستعرض قوتك، ما الكل عارفين يا اخويا انك موهوب بالفطرة، وبيقول له انه لازم يقضي وقت مع زمايله ومعلمينه علشان ما يجيش يوم ويتمنى انه كان قضى وقته معاهم. وبيطلب منه ساعتها انه يروح يساعد في التجهيز لاحتفالية المذنب اللي هيحضرها كل معلمين تسخير الهواء من باقي المدرسين. ساعتها واحد من المعلمين بيسأل غياتسو لو كان قال لأنغي الحقيقة، ولما بيلاقيه لسه ما قالوش حاجة فبيقول له انه لازم يروح المجلس حالا. وهناك غياتسو بيتكلم وكان رافض انه يقول لأنغي انه الافاتار والشخص المفروض انه يحمي العالم كله، وبيقول انه لسه صغير مش هيقدر يتحمل عبء المسؤولية دي وانه يكون اصغر افاتار في التاريخ. ومحدش من المعلمين كان متفق معاه علشان الوقت اللي هم فيه صعب والحرب اللي اعلنتها عشيرة النار على الباقيين ولازم ان الافاتار ينهيها. ووجهة نظر غياتسو كانت ان لازم ان أنغي يعرف معنى التضحية وكل المبادئ اللي الافاتار بيمثلها، وقبلهم كمان يعرف نفسه في الاساس علشان كل مجهوداتهم ما تروحش في الفاضي. وبالليل بياخد أنغي بناء على طلب المعلم الأكبر للصالة اللي فيها تمثال يانغنشن
آخر أفاتار من مسخر الهواء، وبيقول له بقى على الحكاية وإنه هيرسم وشوم القيادة بتاعة الأفاتار، وبيقول له إن السبب في قوته دي وإنه بيقدر يعمل حركات أقوى وأكتر من غيره وعنده توازن رهيب، لأن روح ينغشن جواه وصدى قوتها هو اللي مخليه بالقوة دي علشان هو الأفاتار التالي. وأنغ ما كانش مستوعب ولا مصدق علشان الأفاتار بيكون وحيد، وإنه من النهارده لازم عليه إنه يروح باقي العشاير علشان يتعلم تسخير باقي العناصر. بس أنغ كان مصدوم وما كانش مستوعب إنه هيسيب المدرسة وأصحابه والمعلمين، وغياتسو بيقول له إنه هيكون أعظم أفاتار علشان قلبه الطيب وإنه هيفضل صديقه العمر كله. وبعدها أنغ مش بيعرف ينام من التفكير، وبيخرج هو والسور الطائر بتاعه أبا وبيطير بعيد عن المدرسة علشان يكون لوحده بعيد عن كل ده. في نفس اللحظة اللي كان سوزين سيد النار جاي مع جيشه تحت في الوادي وبيطلعوا المدرسة فوق الجبل وبيهاجموا الكل على غفلة، ومفيش حد كان بيجي في طريقهم ويعيش. وبالرغم من إن كل مسخري الهواء كانوا بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم وعن المدرسة، أما أنغ فكان طار للشمال واتحاصر في عاصفة فوق البحر وما كانش عارف يخرج منها من الأمطار والأمواج العالية بتفاجئه من كل اتجاه، وفوق ده موجة عالية جدا بتسد الأفق وبيقع فيها أنغ وأبا. وفي الوقت اللي كان سوزن وجنوده مسحوا المدرسة باللي فيها، حتى غياتسو اللي كان مستخبي في القاعة الكبرى مخبي الأطفال وبيحميهم، بيلاقي سوزن بنفسه اللي جاي يدور على أي ناجي. ولما بيشوف غياتسو بيتقاتل معاه وقوة تسخير الهواء ما كانتش بالقوة الكافية اللي كان سوزن بيتمتع بيها، وفي لحظة بيحرق غياتسو وبيفحمه وبيقتل كل الأطفال. وأنغ ساعتها كان بيغرق في باطن المحيط، بس فجأة العلامات اللي في جسمه بتتوهج من عينيه وبيدخل في حالة الأفاتار وبيعمل كرة من الهواء متحوطة بالمية تحميه هو وأبا من الغرق، وبيخرج من المحيط وفجأة بسبب قوته والظروف الجوية والبرق بتتحول لكرة جليدية عملاقة. وبتمر السنين وبعد 100 سنة بنروح للمنطقة المتجمدة وتحديدا خليج الذئب، وكانت المنطقة اللي بيعيش فيها عشيرة المياه الجنوبية واللي كانوا زمان من مسخر المياه. كيتارا بنت من العشيرة دي كانت بتستخبى في كهف بعيد شوية وتتمرن على تسخير المية علشان محدش يشوفها وتقع في مشكلة. وبعد ما بتتمرن شوية من غير أي تحسن يا دوب بتتحكم في شوية مية صغيرين تعملهم كرة وتطير لارتفاع 5 سنتي بس بتقع تاني، فبتروح على القرية. وساعتها أخوها ساكا بياخدها معاه وبيروحوا في رحلة صيد استكشافية وبيطلب منها إنها تبطل تسخير المية علشان ما تقعش في مشكلة كبيرة وكلهم يتعرضوا للخطر. مرة واحدة طيار مية جديد بيسحبهم لكهف متجمد، وكيتارا بتتفاجئ بالكرة الثلجية المحبوس فيها أنغ، فبتحاول إنها تستخدم قوتها في تسخير المية علشان ترجع المركب بتاعهم اللي كان سحبه الطيار في الوقت اللي كان فيه سفينة لعشيرة النار في المنطقة المتجمدة، والقائد بتاعها يبقى الأمير زوكو ابن زولو سيد النار وملك العشيرة، وكان في رحلة استكشافية. وكيتارا بتتفاجئ بالأرض بتتهز من حواليهم فبتفتكر إن دي من قوتها، بس الكرة الثلجية العملاقة بتتكسر وبيخرج منها شعاع ضوء قوي جدا بيوصل للسماء، وكل تماثيل الأفاتار السابقين اللي كانت في غرفة زوكو عينيها بتتوهج زي الضوء ده تمام، وهو بيفرح وبيجري يشوف إيه اللي بيحصل وكان فرحان جدا. وأنغ بيخرج من الكرة المتجمدة وهو في حالة الأفاتار، وأول ما النور بيختفي بيقع على الأرض مغمى عليه. ساعتها كيتارا بتصمم إنها تاخده معاها على القرية علشان يعالجوه ويطمنوا عليه، وما كانش ينفع يسيبوه لوحده في المكان ده، مع إن ساكا كان رافض علشان قريتهم بالشكل ده هتكون في خطر لأنهم ما يعرفوش مين ده. ولما بيرجعوا القرية الجدة بتشوف أنغ وبتعرف إنه مسخر هواء وبتستغرب لأنهم اتمسحوا من وجه الأرض في الوقت اللي كان زوكو بيتخانق مع عمه علشان عاوز يروح في الاتجاه اللي ظهر فيه الضوء، وعمه كان بيحاول يهديه وإنه ما يتحمسش قوي. وبنعرف إن سبب حماس زوكو لأن الأفاتار ظهر علشان أبوه الملك نفاه من 3 سنين وأمره إنه ما يرجعش المملكة غير لما يحقق المستحيل ويلاقي الأفاتار. وأنغ بيفوق وهو بيفتكر اللي حصل له في العاصفة وبيخرج يدور على أبا ومش بيلاقيه، ومهما سأل عليه اللي حواليه ما حدش كان عارف هو بيتكلم عن إيه. ساعتها بيطير في الهواء وبينادي على أبا بعلو صوته وكان مرعوب من إنه يكون فقده، بس أبا بيظهر أخيرا والكل بيصدموه لما بيشوفوا وأنغ بيجري عليه وبيحضنه. والجدة بتقول لأنغ الحقيقة لما بيسألها عن المكان اللي هم فيه علشان يرجع المدرسة الجنوبية، والجدة بتقول له إن مهرجان المذنب الكبير اللي بيقول عليه كان من 100 سنة وإن مسخري الهواء ماتوا كلهم وهو آخر واحد منهم، والحرب اللي أعلنتها عشيرة النار على الكل. أنغ مش بيستوعب وبيهرب وبيقعد لوحده تاني، بس كيتارا بتروح وراه وبتهديه وبتقول له إن هي كمان فقدت عائلتها أبوها وأمها بسبب عشيرة النار، ولما بتقول له إنها مسخرة ماء بيطمن لها شوية وبتاخده على الكهف اللي كانت بتتدرب فيه. وساعتها أنغ بيلاحظ إنها مش متدربة وما تعرفش إزاي تتحكم في المية بالقوة الكافية، فبيساعدها وبيقول لها على المفروض تعمله. ساعتها بيشوفوا سفينة عشيرة النار وبيعرفوا إنهم في خطر، وساكا كان بيحشد المقاتلين وبيستعدوا لحماية القرية، والجدة بتقول لهم إنهم هنا علشان الأفاتار. ولما ساما بيعرف إن خطر عليهم كان عاوز يسلمه، بس كيتارا بتمنعه وبتقول له إنهم لازم يحموه وبتفكروا بمقولة أمها إنهم لازم يحموا اللي ما يقدروش يحموا نفسهم. وزوكو بيوصلوا معاه جيش وبيهددهم إنهم لو ما سلموش الأفاتار هيقتلهم كلهم، فساكا بيخرج يواجهه لوحده ويتحدى في قتال، بس طبعا زوكو أمير عشيرة النار هو اللي بيفوز وكان هيدمر القرية.
القرية، بس ساعتها أنغي بيوقف القتال وبيسلم نفسه وبيمشي معاه في هدوء بعد ما بيقول لساكا إنه أشجع واحد قبله وإنه الوحيد اللي قتل عشانه. وساعتها ساكا بيقول إنه هيروح وراه علشان ينقذه، وكيتارا بتروح معاه طبعا وأبا اللي بينقلهم. وأنغي هو في السجن في السفينة بيستغل فرصة إن عمو زوكو جاي يطمن عليه وبيتأكد إذا كان الأفاتار فعلا، وبيسرق مفاتيح الزنزانة من الحارس وهو خارج بخدعة من بتوع تسخير الهواء. وبعدها بشوية كان خرج من الزنزانة وهو بيحاول يهرب، بيحس بالجنود في الممر فبيستخبى بسرعة في أول غرفة بتقابله، وكانت دي غرفة زوكو واللي بيلاقي فيها دفتر ملاحظاته ومذكراته. فبياخده لما بيلاقي فيه كل حاجة مسجلة عن الأفاتار السابقين، وبياخد العصاية بتاعته وبيهرب من على ظهر السفينة وبيحول العصاية لطيارة شراعية بتبعد عن السفينة. بس زوكو كان شافه بيهاجمه هو والجنود وبيرمى عليه شعلات من النار، وساعتها أنغي بيتصاب وبيقع من ارتفاع عالي جدا. بس من حظه إن أبا كان وصل وساكا بينقذ حياته، وزوكو بيهاجمه من تاني وكيتارا بتحميهم المرة دي وبتعمل حاجز من المية يطفي النار، ودي كانت أول مرة تحس بالقوة دي. وبعدها بيروح على المدرسة القديمة لأنغي وبيتصدم لما بيشوف المكان عامل ازاي وهو متدمر حرفيا، وبيشوف رفات غياتسو اللي بيعرفها من السلسلة اللي كان عاملها له. وساعتها أنغي بيدخل في حالة الأفاتار وبيتوهج بضوء قوي وبيطير في الجو، والمكان حواليه كان عامل زي الإعصار وبيتدمر. فساكا وكيتارا بيروحوا يستخبوا بعيد لغاية ما بيهدى ويخرج من الحالة دي لما بيفتكر كلام غياتسو ليه. وزوكو كان منهار وبيكسر في كل حاجة علشان أنغي هرب منه، وبعد بحث دام 3 سنين لف فيهم العالم كله، وبعد ما خلص حس بأمل رجوع وطنه وكل حاجة بتتبخر، وعمه بيهديه وبيقول له إن الأفاتار مش هيكون له أماكن كتير يستخبى فيها، وعلى الخريطة بيحدد له الأماكن دي. في نفس الوقت اللي كان أنغي قرا دفتر زوكو وعرف الأماكن اللي كان فيها الأفاتار السابقين ومنهم كيوشي، وبيروح على الجزيرة بتاعتها وبما إنها الأقرب لهم عن العشائر التانية. وساكا كان عاوز يرجع القرية بس كيتارا ما كانش عنده استعداد لكده، وبتقرر إنها تروح مع أنغي في مهمته لأنها لو كانت بتحميه يبقى هتنقذ العالم كله، بما إنه أمل الكل في وقف عشيرة النار. وطبعا ساكا ما كانش قدامه غير إنه يخليه مع أخته. ولما بيجوا ماشيين أنغي بيلاقي حيوان غريب في شنطة كيتارا، ولما بيحاول يمسكه بيهرب منه وبيطير على الشجرة. وساعتها بيتفاجئ إنه ليمور مجنح وإنه صديق قديم لأنغي. وكيتارا بتلاقي مخطوط التعلم تسخير المية في شنطتها ورسالة من الجدة بتقول لها إنها لازم تتعلم تسخير المية. وبعد ما أنغي بيدفن رفات غياتسو بيروحوا جزيرة كيوشو والليمور بيروح معاهم. وفي الوقت اللي كان زوكو وعمه راحوا مينا من بتوع عشيرة النار علشان يشوفوا معلومات عن الأفاتار. ولما بنرجع لأنغي كان هو وأصحابه وصلوا الجزيرة وبيروحوا عند التمثال الضخم الأفاتار كيوشي. ولما ساكا بيدخل من الباب كانت كيتارا بتحاول توقفه، بس فجأة بتظهر مجموعة من المحاربات بيقبضوا عليهم هم ال3. ساعتها أنغي بيحاول يوقفهم وبيقول لهم إن الأفاتار، بس ما حدش بيصدقه غير لما بتظهر علامة من تمثال كيوشي وبيظهر من عينها نور بيتسلط على أنغي. ساعتها بياخدوهم على القرية، والزعيمة بتاعة القرية بتقول لل3 إن دي أول مرة من سنين حد غريب يدخل الجزيرة وإنهم مش مرحب بيهم هنا. ساعتها أنغي بيقول لها على مسعاه وإنه طلب المساعدة من كيوشي وكل اللي عاوزه إنه يتمم مهمته وهيمشي على طول. ساعتها الزعيم بتوافق بعد ضغط من بنتها علشان يساعدوه، بس بتديلهم مهلة 48 ساعة بس ويمشوا بعدها من الجزيرة. وسوق المحاربة بتاخدهم على المكان اللي هيباتوا في اليومين دول والمكتبة اللي في ضرح كيوشي. أما زوكو فبيقابل جو قائد المينا وبيطلبوا منه تقارير عن أي حاجة غريبة ظهرت في اليومين اللي فاتوا. وساعتها جو بيرحب بيهم، بس كان متأكد إن زوكو بيدور على حاجة مهمة جدا فبيحقق هو علشان يعرف في إيه. وتاني يوم كانت كيتارا بتتدرب في الغابة وبتحاول تسخر المية من النهر، بس كالعادة ما كانتش بتنجح وأنغي بيساعدها. ولما بيرجعوا القرية أنغي بيلعب مع الأطفال وبيبهرهم بقوته وبيركب على كرة من الهواء وبيتحرك بيها والكل مبهورين بيه. ساعتها كيتارا بتلاحظ إن قلبه طيب جدا وبيعرف يتواصل مع اللي حواليه. ولما الزعيمة بتشوفه كده بيتشك في كونه الأفاتار فعلا، وإنه لو كان فعلا يبقى اتحكم عليهم بالهلاك لأنه مش بالقوة اللي بيكون عليها الأفاتار. وساكا كان بيتدرب في الغابة لما سوكي بتظهر له فجأة وبيتحداه في قتال، بما إنه محارب بقى وبيتفاجئ بقوته، بس بحركتين 2 كانت غلبته فبيستسلم وبيرجع القرية. وأنغي كان في الضريح بيدور على أي معلومة تعرفه إزاي يكون الأفاتار، بس بيعرف إن كل الأفاتار السابقين قواهم موجودة جواه، يعني الإجابة اللي بيدور عليها جواه هو، وإنه لازم يتواصل معهم علشان يساعدوه. في الوقت اللي كان زوكو اتفاجئ بأن جو خدعهم واختفى بسفينة الصبح وراح يدور هو على الأفاتار بعد ما سمع إشاعات عن بقرة طايرة. وطبعا زوكو لما بيعرف كامل هينفجر من الغضب وبيتحرك بسرعة علشان يوصل قبل جو. وأنغي بيقعد قدام تمثال كيوشي الضخم وبيتواصل معاها لما بيدخل في حالة الأفاتار وبينتقل لعالم الأرواح. وكيوشي فعلا بتظهر له وبتقول له إنه يقدر يسخر كل قوة الأفاتار السابقين ويتحكم فيها من خلال حالة الأفاتار، وقوته في الوقت ده هتكون مضاعفة. وزي ما كان تمثالهم ضخم كانت كيوشي فعلا ضخمة. في الوقت ده كانت كيتارا بتحاول تفوقه علشان سفينة عشيرة النار وصلت، وزوكو كان وصل هو كمان، وعمه بيقترح عليه إنهم يروحوا عند الضريح في الناحية التانية للجزيرة علشان يوصلوا للأفاتار أسرع. وجو بيهاجم القرية برجالته، بس الزعيمة بتمنعهم وبيبدأ القتال بينهم. وفي الناحية التانية كيتارا بتشوف زوكو وجنوده
يقربوا، فبتسيب أنغ وبتروح علشان توقفهم. وكيوشي بتوري رؤية للدمار اللي هيحصل في الشمال في قابلة المية، وإن علشان يحمي العالم لازم يبقى مقاتل عديم الرحمة ويعمل قرارات مستحيلة تتناسب مع قوته وإنقاذ العالم. وعشان ينقذ الجزيرة بتوريه معنى القوة الحقيقية، وكيوشي بتركز قوتها كلها في أنغ وبتتجسد من خلاله وبتخرج للعالم الحقيقي مش عالم الأرواح. في الوقت اللي كانت كيتارا بتحاول تمنع زوكو من إنه يطلع الجبل وبيتغلب عليها وكان هيقتلها، بس فجأة بتظهر كيوشي وبتوقفه وهو بيتصدم لأنه وجودها مستحيل. وبعد ما كيوشي بتنقذ كيتارا بتطير زي الصاروخ على القرية، وكان القتال على أشده والكل بيعافروا علشان يتغلبوا على جنود النار. بس كيوشي بتنزل على النار زي النيزك اللي بيقع على الأرض وبتعمل موجة انفجار شديدة ترمي كل جنود النار على مسافات كبيرة. وأهل الجزيرة كانوا مش مصدقين إن المحاربة الأقوى اللي عايشين على مبادئها لغاية النهاردة ظهرت تاني. وكيوشي كانت عينيها متوهجة وشكلها مرعب، وكل الجنود كانوا بيخافوا منها، وجو كان مصدوم ومش عارف يجمع كلمتين على بعض وينسحب بجنوده. ولما بيلاقيها بالقوة دي بتتحكم في العناصر الأربعة وبتستخدم قوتهم ضده هو وجنوده، وبيقول لهم ينسحبوا بسرعة. وكيوشي بتعمل إعصار من العناصر الأربعة، المية والنار والأرض والهواء، وبعدها بتختفي كيوشي وبيرجع أنغ لوعيه وبيخرج من حالة الأفاتار وبيمشي من الجزيرة بعدها علشان ما يعرضهمش للخطر أكتر من كده. وبيروحوا على ضريح الأفاتار التاني علشان يساعد أنغ كمان، في الوقت اللي زوكو بيواجه جو وبيطلب منه إنه يحافظ على سير ظهور الأفاتار، وبيتفق معاه إنه يكون من رجالته في مقابل إنه ما يبوحش بالسر ده. بس جو بيبعت رسالة لزولو والملك بيبلغوا إن الأفاتار ظهر. وفي الوقت اللي كان أنغ طاير في الجو بيشوف من على بعد واحد طاير فوق الجبال في عشيرة الأرض، فبيفتكر إنه مسخر هواء تاني، فبسرعة بيروح في الاتجاه ده مدينة أوماشو، وبيدخلوا المدينة مع واحد من أهلها اسمه جيت، وأقنعوه بإنه هيساعدهم بما إن الأمن على بوابة المدينة مش بيسمح لحد غريب إنه يدخل. وأنغ بعد ما بيدخلوا المدينة بيجري في اتجاه مسخر الهواء اللي شافه، بس بيلاقيه إنه شاب مشلول وكان بيطير في الجو بالآلة اللي أبوه الميكانيكي اخترعها له. وفجأة بتقع كرة من النار على واحد من البيوت تفجره، وأنغ وكيتارا بينقذوا الناس في الوقت المناسب وبيتعرفوا على الميكانيكي، واللي أول ما ساكا بيشوف ورشته والاختراعات بتاعته كان مذهول بيها، وبيعرف إن اللي ورا الانفجار ده جواسيس عشيرة النار، فبيقرر إنه يستنى ويساعدهم. وفي الوقت اللي كانت أزولا بنت الملك وأخت زوكو عرفت بظهور الأفاتار لما بتجيلها رسالة من جاو اللي بيخون زوكو وبيتعاون معاها، وزوكو وإيرو بيروحوا مدينة أوماشو علشان يدوروا على الأفاتار. وكيتارا كانت بتتدرب لما بتشوف واحد من عشيرة النار وبيقابل الميكانيكي وبتعرف إنهم جواسيس، وبتتفاجئ بجيت اللي بيطارد اللي من عشيرة النار لغاية ما بيوصل الغابة وبيتقاتل معاه هو وجنوده. وجيت ما كانش لوحده برضه، كان معاه كتيبة من المقاتلين الشباب اللي كانوا منتشرين في كل مكان حتى فوق الشجر وبيقتلوا كل الجواسيس. أما أنغ فكان راح مع تيو قمة الجبل اللي بتيجي منه التفجيرات، وبيلاقوا في الكهف مادة الهلام المتفجر وهدوم جيت، فبيعرفوا إن اللي عمل الهجمات دي مش واحد من عشيرة النار ولا حاجة. ولما بيرجعوا للورشة بيحاولوا يقولوا لكيتارا إن جيت هو الجاسوس، وهي مش بتصدقهم وبتتخانق معاهم وبتمشي، وبتروح تقابل جيت لما بتعرف منه إنه ناوي على خطة تانية. وكان ساعتها الميكانيكي رايح قصر الملك علشان يوريه اختراعه الجديد، بس أتباع جيت بيغفلوه وبيبدلوا الصندوق بواحد تاني فيه قنبلة. وساعتها كيتارا بترجع جري لأصحابها علشان يحلوا الورطة دي قبل ما الملك يموت، بس بيتفاجئ بزوكو ساعتها أنغ بتتقاتل معاه، وكيتارا وساكا بيروحوا هم على القصر علشان ينقذوا الملك قبل ما تقرب الحرب. وأنغ بيتقاتل مع زوكو في السوق وبيهرب منه في الآخر، بس بعد ما كانوا دمروا كل حاجة، وبيتعرف إنه من عشيرة النار وهو أصلا كان متخفي علشان لو اتمسك هيعدموه. أما كيتارا فكانت وصلت هي وساكا في آخر لحظة، ولما بتشوف السهم الناري اللي بيترمى على الصندوق اللي فيه القنبلة بتتحكم في المية وبترمي منها كمية كبيرة تعترض مسار السهم وتطفيه، ولما بيجي في الصندوق مش بينفجر ولا حاجة. وعشان إيرو يحمي زوكو بيعمل شعلات من النار علشان يشتت الجنود، وبيطلب من زوكو إنه يهرب هو وانغ وهو يطفي النار اللي كانت هتقضي على السوق كله. وبيتفاجئ بجنود مملكة الأرض بيقبضوا عليه وبياخدوه للملك، والأول بيحبسوه في السجن وهناك كان إيرو هو كمان محبوس، وعشان زوكو ينقذه قبل ما كمان يقتلوه بسبب العداوة الكبيرة اللي بينهم بيغفل واحد من الجنود اللي كانوا في مهمة استكشافية في الغابة وبيقتله وبيتنكر على إنه علشان يدخل السجن ويحرر عمه. وأنغ هو في الزنزانة بيفتكر صديقهم القديم بومي اللي كان عايش هناك في المدينة، وكيتارا وساكا كانوا عاوزين ينقذوا أنغ وبيطلبوا منه الميكانيك إنه يساعدهم يدخلوا القصر، بس هو بيرفض لأنه بعد اللي حصل والقنبلة اللي اتدبس فيها مش هيعرف يدخل القصر تاني. ساعتها تيو بيقول لهم على الأنفاق السرية اللي في الجبل وبتوصل للقصر، وقتها كان إيرو ترحل علشان يروح الحفرة المظلمة، سجن بيقولوا عليه كده، ومحبوس في كل اللي من عشيرة النار وبيتعذبوا وبيشتغلوا زي الساعة، وكل اللي بيدخلوا بتتقطع أخباره. أما أنغ فكانوا أخدوه يقابل الملك، وأنغ لما بيقابل الملك العجوز اللي معروف عنه إنه خرف خلاص، أنغ بيكتشف إنه صديقه القديم بومي وبيعرفه من ضحكته، وبومي بيعمل له مأدبة عشاء علشان يرحب بيه في مملكته. وبالليل كيتارا كانت رايحة تنقذ أنغ لما جيت بيحاول يمنعها وبيتخانق معاها علشان بوظت خطته، بس هي بتقول له إن اللي بيحركوا الغضب والكراهية مش إنه عاوز يحمي الناس. ساعتها جيت بيهاجمها، بس كيتارا بيتسيطر عليه بالمية وبتخليها تجمد حواليها وبيتحبس ومش بيعرف يتحرك.
بتتحرك. وعلى ما زوكو بيوصل السجن بيتفاجئ ان عمه اترحل اصلا، فبيقرر انه يروح وراها علشان ينقذ حياته. وانغ كان مع بومي وبيتفاجئ انه بيلعب معاه لعبه لغايه ما الاتنين بيتخانقوا، وبومي بيقول له انه اتخلى عنهم في اكتر وقت احتاجوه فيه، وانه ما كانش عايش في اسوأ 100 سنه عدت عليه من الحروب والموت، وبيتحدى في قتال. وكيتارا وساكا كانوا وصلوا الانفاق وبيتفاجئوا فرقه موسيقيه بيعزفوا وبيغنوا في المكان الغريب ده. وفي الاول بيفتكروهم اشباح زي ما تيو حذرهم، بس بيطلعوا بشر هادين وبيعزفوا هنا علشان صدى الصوت. وبيعرفوا منهم حكايه اوماشو، وان زمان كان في واحده اسمها اوما وواحد اسمه شو، والاتنين بيقعوا في حب بعض، بس عشان كانوا من قريتين اعداء كان مستحيل انهم يتجوزوا، فبقوا بيجوا الجبل هنا والجبل بين قريتين علشان يشوفوا بعض. وبيتعلموا تسخير الارض من الوحش الاسطوري الغرير، وبيعملوا انفاق سريه يتقابلوا فيها علشان ما حدش من قريتهم يعرف او يأذيهم. بس في يوم شو مش بيجي في الميعاد المتفقين عليه لانه كانت صفي قتال ومات. ولما اوما بتعرف بتهد الدنيا وبتهاجم كل القريتين بقوهم الجديده في تسخير الارض، بس بدل ما تقتل الكل بتعلن انهاء الحرب. وساعتها اهالي القريتين بيتعلموا منها تسخير الارض، وبيعملوا مدينه اوماشو على الجبل تخليدا لذكراهم. وكيتارا وساك لما بيشوفوا شكل الانفاق بيترعبوا من قبل ما يدخلوها لان شكلها كان مخيف جدا. ساعتها بيشوفوا جمله محفوره على بدايه النفق بتقول الحب بينير في عمق الظلام، وهم مش بيفهموا معنى الجمله دي دلوقتي، بس بعدين هتكون هي اللي هتنقذ حياتهم. وبنرجع لانغ اللي بيروح مع بوم القاعه الكبرى وهو فاكر انه هيلعب معاه لعبه تانية، لما فجاه بيثبتوا بصخور في الارض وبيدفنوا جواها. بس انغ بيعرف يتحرر، ولكن بيحاول انه يفهم من بومي هو بيعمل كده ليه، فبيتفاجئ انه بيتحداه في قتال حتى الموت. في الوقت اللي كان زوكو في الغابه بيدور على الطريق اللي يمشي منه عمه، وبيوصل لمفترق الطرق وما كانش عارف يمشي من اي اتجاه فيهم، بس بيشوف العمله اللي كانت مع عمه مرميه على الارض، فبيعرف ان سايب له دليل علشان يلحقه ويدله على مكانه. وفي الانفاق كانوا الاتنين ماشيين لما سكا بيلاقي الجدران فيها صخور مشعه، فبيطفي الفوانيس اللي كانت معاهم وبيعتمد على الضوء اللي في النفق. وساعتها كيتارا بتتخانق معاها علشان فاكر انه عارف كل حاجه، فبيعاملها على انها طفله. بس بعدها بيكملوا طريقهم. وفي الوقت اللي كان ايرو متكتف والجنود واخدينه على الحفره، بس القائد بتاعهم بيعذبه وبيضربه علشان هو اللي تسبب في قتل اخوه الصغير وقت حصار باسينغ اللي استمر شهور ومات فيه ناس كتير جدا. وبيتهم ايرو انه ما يعرفش معنى التضحيه ولا الخساره. وساعتها الجندي بيتحكم في الارض وبياخد صخره كبيره كان هيوقعها على ايرو، بس الجنود بيمنعوه. وساعتها ايرو بيفتكر زمان ان وقت الحصار اللي كان بيقول عليه ده ابن لوتن اتقتل، وده اللي خلاه يسيب حصار المدينه وينسحب. ومن وقتها هو ما شاركش في الحرب ولا قتل حد تاني، لانه عارف ان كل القتل اللي ارتكبه اترد له في ابنه وفقده بعد ما كان اعز حاجه في حياته. وساكا وكيتارا وهم ماشيين في النفق بيتفاجئوا بصوت مرعب، والانفاق كانت بتتغير من حواليهم. وانغ بيضطر انه يواجه بومي ويقاتل معاه. وبومي كان عاوز يخرج كل الغضب اللي جواه من ان الافاتار اتخلى عنهم في اكتر وقت احتاجوه، وكان عاوز يقتله زي ما مات كل اللي بيحبهم في الحرب. في الوقت اللي كان زوكو هاجم الكتيبه اللي بتنقل عمه وبيعترض طريقهم بشجره مشتعله وبيولع في الكل لغايه ما بيحرر عمه. ولما الجنود بيتحكموا في الصخور وبيرموها عليهم، زوكو وايرو بيتصدوا ليهم بعد القائد ما بيطعن ايرو في ظهره علشان يقتله. اما ساكا وكيتارا فكانوا بيهربوا من الغرير الضخم اللي كان عايش في الانفاق، وبعد ما كان هيقتلهم اول ما الاخين بيمسكوا ايدين بعض الغرير مش بيهاجمهم تاني. وهنا بيعرفوا ان اعمى وبيشم ريحه المشاعر، واللي خلاه يهاجمهم مشاعرهم السلبيه. بس لما استشعر الحب اللي بينهم بيسيبهم، لا وكمان بيدلهم على طريق القصر وبيحفر لهم نفق يوصلهم بسرعه. ساعتها انغ كان بيعاني من هجمات بومي اللي كان بيتحكم بشكل مرعب في الارض وبيرمي الصخور على انغ، وكان هيقتله اكتر من مره. بس انغ بينجب اعجوبه لغايه ما بيرمي عليه صخره كبيره جدا وبيوقع فوقه هو كمان واحده تانية. ساعتها انغ بيرفع الصخور بالهواء وبينقذ صاحبه اللي كان بيضغط عليه علشان يقتله وياخد قراره، والا مش هيعرف ياخد القرارات المستحيله اللي تنقذ العالم لكونه افاتار. وقتها بتوصل كيتارا في الوقت المناسب وبتساعد انغ بانها بتعمل سجاده من الجليد على الارض بيتزحلق عليها ساكا وبيبعد بومي من تحت الصخره. وبعدها انغ بيصالح بومي وبيعتذر له وبيقدم له الصفاره اللي زمان اداها له. وبعدها بيعرفوا ان الميكانيكي كان جاسوس مزدوج وان الملك عارف بكل اللي بيحصل، بس كانوا عاملين اللعبه دي علشان يقبضوا عليهم. وفي الوقت اللي انغ بيطير فيه وبيكمل مهمته، كان زوكو وعمه في مركب راجعين السفينه وهو بيفتكر اليوم اللي اتنفى فيه وخرج من المملكه، وعمه قرر انه يروح معاه وما يسيبوش ولا لحظه. وبعدها بكم يوم انغ واصحابه بيشوفوهم كتيبه من النار في الغابه وبيطاردوهم، بس الثلاثه بيهربوا منهم بعد ما كيتارا بتستخدم قوتها في تسخير الميه وبتحولها لثلج وتضربهم بيها. ولما بيوصلوا للمنحدر بينطوا من فوقه، بس علشان ابا كان مستنيهم وبيطيروا بعيد. ساعتها بيشوف انغ طريق في الغابه او مسار متدمر من الحريق، فبينزل علشان يشوف ايه اللي حصل هنا بالظبط، وكان منهار علشان عشيره النار بتدمر في العالم وهو مش عارف ينقذ حد. ساعتها كيتارا بتهديه وبتقول له ان الحياه بتتولد من الموت والغابه هترجع تنبت تاني وتكون احسن من الاول، بس كل حاجه محتاجه وقت. ساعتها ساكا بيشوف بنت صغيره مستخبيه ورا شجره وهي مرعوبه، فبيروح يتكلم معاها ويهديها علشان ما تخافش. بس لما انغ بيظهر وبتشوفه بتهرب منهم، والثلاثه بيطردوهم لغايه ما بيوصلوا قريه في عمق الغابه وبيعرفوا من اهلها ان جنود النار هم اللي دمروا الغابه علشان يعملوا مسار يمشوا منه بس. ساعتها انغ بيتصدم انهم بيدمروا كل حاجه بيلمسوها وعاملين زي النار اللي مهما بتاكل مش
بتشبع. وبيعرفوا كمان ان ابنه شيونغ ومجموعة من اهل القرية اختفوا في الغابة ومش عارفين راحوا فين. ساعتها أنغ بيعرف انهم في عالم الارواح لانه استشعر قوة غريبة من عالم الارواح وان الحاجز بين العالمين بقى ضعيف جدا. وفي الوقت اللي زوكو بيعرف بالمكان اللي ظهروا فيه بالافاتار واصحابه في اخر مرة بيعرفوا بنفسه علشان يطاردهم. اما في القصر الملكي لعشيرة النار كانت أزولا بتوسوس لابوها علشان تقلل من مجهودات اخوها وبتحاول تزرع في عقله ان جاي هو اللي يستاهل رضا الملك علشان لقى افاتار، وبتقترح على الملك انه يبعت له تعزيزات. والملك بيوافق بس كان فاهم اللعبة اللي أزولا بتلعبها وبيقول لها ان اللي لقي الافاتار وحقق المستحيل هو زوكو. وفي الوقت اللي كان أنغ ماشي في الغابة بيدوروا على القرويين المفقودين بيعرف ان الحاجز بين عالمهم وعالم الارواح فعلا ضعيف جدا واللي بيدوروا عليهم موجودين في العالم التاني. وفجأة بيلاقوا نفسهم عند تمثال روح الغابة وبيقرر أنغ انه يستخدم قوته وينتقم لعالم الارواح علشان يرجع المخطوفين. بس لما بينجح بيلاقي ان كيتارا وساكا هم كمان ارواحهم خرجت من اجسادهم وبقوا في عالم الارواح. وزوكو كان وصل المنطقة وبيعرف ان الكل عارفوا ان الافاتار رجع. وفجأة وزوكو بيتخانق مع عمه علشان السر اتكشف ودلوقتي الكل هيطاردوا الافاتار وهتكون مهمته اصعب. وبيظهر واحد بيحاول انه يهرب لما فجأة وحش اعمى لسانه كان غريب جدا وكان عبارة عن اكتر من 10 ألسنة في بعض. واول ما بيضرب به الراجل في رقبته بيقع على الارض مشلول. وبتقبض عليه صيادة الجوائز علشان تسلمه وتاخد فلوسها. وأنغ كان هو واصحابه في عالم الارواح قابلوا بومة عملاقة بيقول لأنغ انه روح المعرفة وان العالم ده مش للبشر ووجودهم هنا خطر. وكان بيتكلم على ساكا وكيتارا لان الافاتار بس اللي يقدر يعبر لعالم الارواح في اي وقت من غير ما يتضر، انما هي لا. والبومة وهي بتكلم أنغ كانوا التانيين مش فاهمين هي بتقول ايه، كل اللي سامعينه صوت البومة بس أنغ كان سامعها بتتكلم معها زي ما يكون انسان. المهم ان روح المعرفة دي بتنصح أنغ انهم يخرجوا من هنا في اسرع وقت علشان فيه وحوش خطيرة بتتغذى على الارواح وانه لازم يمشي على المسار وما يحدش عنه علشان يكونوا في امان. اما اللي ممكن يساعدهم فهو واحد عايش في كوخ اعلى التلة. ساعتها أنغ واصحابه بيمشوا في اتجاه الكوخ وبيمشوا على الطريق اللي في الغابة من غير ما يخرجوا عنه. في الوقت اللي كان ايرو اتفق مع جون صيادة الجوائز علشان تساعدهم وتقبض على الافاتار. وزوكو بعد ما كان رافض الفكرة بيوافق علشان ما فيش غير كده وانه لازم يستغل كل الفرص علشان يتغلب على جاو. وأنغ واصحابه بيتفاجئوا بظهور وحش مرعب وضخم جدا بيهاجمهم وبيبعدهم عن المسار. وأنغ بيعرف ان ده مش وحش وانه روح الغابة. وروح الغابة بتهاجمهم وبترمي كل من كيتارا وساكا في اتجاه وبيعمل ضباب بيملى الغابة وساكا بيتحبس فيه. وعلى ما بيقوم وبيدور على كيتارا بيتفاجئ بروح التغلب ظهرت له وبتتكلم معاه. وكان في حاجة مميزة كانت ب3 ديول وفي ديل منهم في صورة من الفضة. وساكا طبعا كان فاكر انه اتجنن ومش مستوعب ان فيه ثعلب بيتكلم. ولما بيتمشى الثعلب بيرجع يدور على كيتارا وكيتارا كانت وقتها بتدور عليهم برضه لما فجأة بتلاقي نفسها في قريتهم في خليج الذئب وبتشوف امها وجده كمان كان في اليوم ده اللي عشيرة النار هجمتهم وامها ماتت زي ما تكون كيتارا رجعت في الزمن. وهي في الاول ما كانتش مستوعبة بس لما بيحصل هجوم النار بتهرب من امها وبتستخبى في كوخ وامها اللي بتدخلها فيه بالعافية علشان تحميها. وجنود النار كانوا بيدوروا على مسخرين المية وكيتارا علشان تحمي امها بتحاول تسخر المية علشان تقتل الجندي ده بس مش بتقدر. والجندي بياخد باله وبيهاجم امها وبيقتلها وكيتارا شايفة الموقف ومرعوبة. وكيتارا فجأة بتسمع صوت مخيف بتستشعر الخوف والحزن اللي في قلبها. ولما بتخرج تشوف مين اللي بيتكلم بتتفاجئ بواحد لابس قناع مخيف ومرعب بيخطفها. وساكا هو كمان كان ماشي في الغابة لما فجأة بيلاقي نفسه في القبيلة بتاعتهم يوم نجحوا في اختبار القيادة. وبعد ما ابوه بيحتفل به بيخرج بس بالصدفة بيسمع ابوه وهو بيتكلم مع صاحبه وبيقول له ان ساكا ما ينفعش يتأمن على حياة حد تاني علشان كان هيغرق المركب بيهم. وطبعا ساكا لما بيسمع الكلام ده بيزعل جدا وساعتها بيسمع نفس الصوت المخيف وبيظهر له نفس الوحش وبيخطفه. اما أنغ فكان ماشي وفجأة بيلاقي وطنه قدامه وبعد ما كان داخل بيكتشف ان ده مجرد وهم. وساعتها بيظهر له قوة الروح الوحشية البدائية اللي بتغذى على الارواح وهو اللي خطف اصحابه علشان يتغذى عليهم. وكوا بيعرف ان ده الافاتار وبيقول له انه واحد من تجسيدات الافاتار السابقة حاول يقتله علشان سرقة وجه البنت الافاتار اللي كان بيحبها وانتهى به الحال ان الافاتار سرق من كوا حاجة عزيزة عليه. ومرة واحدة بيهجم على أنغ لما بيطلب منه انه يحرر اصحابه. وأنغ هو بيهرب بيوقع بره الضباب وبيلاقي نفسه على تل اللي عليه اللي روح المعرفة قال له عليه. وأنغ زي ما بيكون شاف طوق نجاة خصوصا ان الكوخ كان عليه علامات تسخير الهواء فبيدخل بسرعة. وهنا كانت المفاجأة انه بيلاقي غياتسو وفي الاول بيفتكر ان ده وهم بس غياتسو بيأكد له انه حقيقي وانه بعد ما مات اختار انه يستنى في عالم الارواح علشان يساعده لما يحتاج مساعدته علشان عارف ان أنغ مصيره يدخل عالم الارواح علشان يتمم مسيرته. ولما أنغ بيقول له على كوا غياتسو بيقول له انه مستحيل يقتله علشان روح بدائية بس يقدر انه يطلب مساعدة روكو افاتار كان اشتبك معه وقتله. بس المشكلة ان ده روح روكو في عشيرة النار. أنغ ما كانش عنده مشكلة ولا كان خايف طالما انه هينقذ اصحابه. وقبل ما يمشي غيتاسو بيقول له ان اللي حصل مش ذنبه وانه لو كان معاهم في ليلة الاقتحام ما كانش زمانه عرف يواجه عشيرة النار ولا يغير حاجة وكمان مات معاهم فبلاش يحمل نفسه ذنب اللي حصل ولازم يبص للمستقبل ويحاول انه يحمي الناس دلوقتي وما يفكرش في الماضي ومين اللي مات. ساعتها أنغ بيخرج من عالم الارواح وبيزرع بذرة عند تمثال روح الغابة وبيواسيه في قلم وبيقول له انه هيصلح كل شيء وبيطلب من ابا وامه انهم يحموا ساكا وكيتارا على ما يرجع. وبيوجه أنغ لعشيرة النار علشان يروح دار يحرقه ويتواصل معاه. وفي الوقت اللي
اللي جو بيتفاجئ بان الملك بعت له كتيبة الرماة الاسطوريين اللي في عشرة النار علشان يكونوا تحت امره ويقبض على الافاتار في اسرع وقت. وبنرجع للماضي قبل 3 سنين، كان اول اجتماع لزوكو مع الملك وقادة الجيش علشان يخططوا للحرب الجاية وهجومهم الجديد. وزوكو كان بيفتكر كل ده لما جو بيفاجئوا بانه جاي يتامر عليه وغير مسار السفينة بامر من الملك نفسه. وزوكو ما كانش مصدق ان الطاقم بتاعه اللي معاه بقالهم 3 سنين قطعوا جو بالسهولة دي وما فيش عندهم ولاء. ساعتها جه القائد اللي مع زوكو بيقول لإيرو انهم ما يقدروش يخلفوا جو، ده غير كمان ان زوكو عمره ما عاملهم كويس وباحترام، ده غير كمان التضحية اللي بيعملوها علشانه. ساعتها إيرو بيرد عليه وبيقول له ان زوكو زي اي حد مليان عيوب، بس اللي ما حدش يعرف انه ضحى اكبر تضحية وما حدش يعرف يتخيلها حتى، وهنعرف الوقت ايه الحكاية. وانغ بيوصل ضريح روكو وبيدخل يتكلم مع الحكماء بكل ادب وفاكر انهم زي المعلمين بتوعه مسالمين، بس بيتفاجئوا بيهم بيهاجموا. فانغ بيهرب منهم بسرعة وبيساعدوا واحد من العاملين وبيدخلوا الضريح عند تمثال روكو. وساعتها انغ بيلاحظ ان فيه تحف وتماثيل كتير جدا وبيعرف ان روكو اللي كان بيجمعها. ولما انغ بيطلب من الشخص ده يحميها على ما يتواصل مع روكو، بيخرج يعطل الحكماء وبيمنعهم من الدخول لغاية ما انغ بينهي مهمته. والشخص ده بيساعد انغ علشان هو الوحيد اللي مقتنع بان الافاتار هو اللي هيجيب السلام للعالم ويوحده وينهي الحروب. وانغ لما بيدخل في حالة الافاتار وبيتواصل مع روكو بينتقل لعالم الارواح وبيشوف روح روكو واللي بيرحب به وبيسأله عن سبب تأخيره، وبيقول له ان كيوشي كان عندها حق لما قالت له ان رحلته صعبة ولازم ياخدها لوحده علشان اصحابه هيكونوا عبء عليه ومش هيستفاد غير انه يخسرهم. المهم ان انغ بيسأله عن كوا وازاي يقتله، وروكو بيقول له انه اتقاتل معاه بس انما ما حدش يقدر يقتله. فبيفتكر انغ ان كوا قال ان روكو سرق منه حاجة، وبتطلع الحاجة دي هي توتم تمثال صغير لوالده، وانه زي اي حد بيدور على الباقي من عيلته. وبيعرف انغ انه لو رجع التوتم لكوا هيحرر اصحابه كلهم في المقابل. وبيخرج من حالة الافاتار وبياخد التمثال من القاعة وبيخرج، بس بيتفاجئ ان كل الحكماء مشلولين على الارض. وقبل ما بيفهم ايه اللي حصل بتظهر جون والوحش اللي معاها وبيخدر انغ وبتشله، وجون بتكتفه وبتاخده علشان تسلمه لزوكو وتاخد الثمن. ولما انغ بيفوق بيلاقي نفسه متكتف في كهف وبيطلب من جون انها تسيبه يروح يحرر اصحابه، بس هي بترفض طبعا. وشويه وزوكو بيجي يسلمه وبياخده معاه علشان يرجع عشيرة النار اخيرا. وانغ طول الطريق كان بيحاول يقنعه انه يسيبه يروح ينقذ اصحابه وهيرجع لهم تاني يسلم نفسه، بس زوكو بيرفض. وانغ بيساله انت كنت قاسي جدا طول الوقت، ايه اللي حصل لك؟ فزوكو بيفتكر انه في يوم اجتماع الجيش كان موجود وبيعرف ان خطتهم في مواجهه مملكه الارض انهم هيضحوا بكتيبه 41 من جيش النار، فالخطه مش بتعجبه وبيقول له ان خطته فاشله. ساعتها ابوه بيعاقبه بمبارزه اغنكاي. وحاليا بقى وهم ماشيين في الطريق بيتفاجئوا بجاو ورجالته بيعترضوا طريق وبياخد منه الافاتار علشان يبقى هو اللي قبض عليه وينال استحسان الملك. وطبعا زوكو مش بيعرف يعمل حاجه لان ده امر الملك، وكل اللي بيعرفوا انهم بياخدوا انغ على حصن بوهاي واللي مستحيل على اي جيش مهما كانت قوته انه يخترقه. وزوكو كان عاوز انه يحرر انغ بس عمه بيرفض علشان ساعتها هيبقى متهم بالخيانه والحكايه تتعقد. وبالليل في الوقت اللي الجنود كانوا بيحتفلوا فيه بيقبض على الافاتار، وكان زوكو متنكر ولابس قناع وبيتسلل جوه الحصن، ودي من خلال عربيه المؤنه اللي كانت داخله وقتها. وبيدخل الحصن من غير ما حد يحس بيه وبيوصل للزنزانه بتاعه انغ بسهوله. ولما بيقابل مجموعه من الحراس في الممر بيقتلهم كلهم ومحدش بيعرف يواجهه لغايه ما بيقتحم الزنزانه وبيحرر انغ، وكل ده وهو ما نطقش ومحدش عارف هو مين. وانغ وزوكو بيهربوا من على سور الحصن في الوقت اللي جو كان عارف بهروبه وبيخلي كل الجنود يدوروا عليه. وساعتها انغ وزوكو بيتقاتلوا مع الجنود اللي حاولوا يقبضوا عليهم وبيتغلبوا على عدد كبير منهم، بس الكتره تغلب الشجاعه، وعدد اكبر من الجنود بيهاجموهم بالنار وبيولعوا في السلالم اللي انغ وقف عليها هو وزوكو وتحكم فيها بقوه تسخير الهواء علشان يوصل للسور الخارجي وبوابه الحصن، والاثنين بيقعوا قدام البوابه. وساعتها جو كان هيقبض عليهم بس زوكو علشان عارف انهم عاوزين الافاتار حي بيهدد بقتله علشان يفتحوا البوابه، وبيخرجوا هما الاثنين والسيف على رقبه انغ كل ده. ولما بيبعدوا مسافه كويسه جو بيخلي واحده من الرماة ترمي سهم على زوكو، بس السهم بيجي في القناع وبيغمى عليه من اثر الضربه. ساعتها انغ بيعمل ضباب كثيف علشان يهرب منهم بعد ما خلاص ما بقاش في حد يحميه. وبعد ما كان ماشي بيرجع وبياخد زوكو معاه بعد ما شال القناع من على وشه وعرف انه زوكو. ولما زوكو بيفوق بيلاقي نفسه في مخزن مهجور، وانغ بيتكلم معاه وبيشكره على الدفتر بتاعه لانه هو اللي ساعده في الفتره دي كلها، وكان في معلومات كتيره جدا عن الافاتار السابقين ما حدش يعرفها. وانغ بيقول له انه مش لازم يكون زي ابوه. وساعتها زوكو بيتعصب وبيهجم على انغ، ولما بيهاجموا بشعله نار انغ بيتصدى له وبيضربه ضربه بيغمى عليه من جديد. وبيحلم زوكو بالسبب في تغييره ده مع انه ما كانش قاسي وقلبه كان غير كده خالص. وفي يوم مبارزه الاغنكاي كان ابوه فرضها عليها علشان بيهين تخطيطه، وزوكو بيتفاجئ ان خصمه بيبقى الملك نفسه لان الخطه اللي هو انها دي خطته هو وجيشه هو، يبقى هو بيقلل من ابوه الملك نفسه. ساعتها زوكو ما كانش عاوز يقتل ابوه، بس ابوه ما كانش عنده لا رحمه ولا قلب وبيهاجم زوكو بكل قوه وغضب، وكان هيقتله لولا ان زوكو كان قوي بيحاول انه ينجو من هجمات زولو، وابوه بيقتله بايد واحده. ولما زوكو كان هيسيبه بيتراجع، وساعتها ابوه بيعاقبه بانه بيحرق كتفه وبيثبته على الارض وبيحرق عينه الشمال وبيتسبب له في العلامات اللي ما زالت في وشه لغايه النهارده، وبتفكره في كل مره ان التعاطف ضعف. ولما زوكو بيفوق بيلاقي نفسه في المركب فبيهاجم انغ لما بيقول له انهم لو كانوا في زمن تاني كانوا بقوا اعز اصحاب. وانغ بيدافع عن نفسه بطيار هوا بيطفي النار وبيحرك المركب علشان
يرجع للسفينة بتاعته من غير ما يتقبض عليه ويتقتل بتهمة الخيانة. وقتها كان ايرو على السفينة واقف بيراقب ومستني ان زوكو يظهر، وساعتها بيقول لجي قائد السفينة الحقيقة عن التضحية اللي عملها زوكو بعد ما اتصاب زوكو في المبارزة بينه وبين ابوه، وابوه بيحكم عليه بالنفي من المملكة وما يرجعش الا ومعاه الافاتار. والكتيبة 41 اللي كان صعبان عليه انهم يضحى بيهم بيسيبهم كلهم وبيكونوا الطاقم بتاعه طالما هو خايف عليه قوي كده، وما فيش فيهم واحد بالقوة اللي الملك عاوزها اصلا. والملك عمل كده علشان يقوي قلبه ويخليه يتعلم القسوة من العالم الخارجي. وطبعا جي لما بيعرف المعلومة دي بيتصدم، وانهم كان زمانهم ميتين لولا زوكو. وساعتها زوكو بيظهر وبيطلع السفينة، والمرة دي بيتفاجئ من معاملة الطاقم اللي كانت مفاجأة ليه لانهم عمرهم ما عملوه بالاحترام ده. وانغ بقى كان رجع الغابة ودخل عالم الارواح ويسلم التوتم لكو، وفي لحظتها كل الارواح اللي كوا كان خاطفها اصحابه واهل القرية بيحرروهم. بس انغ لما بيرجع الكوخ علشان يقعد مع غيتاسو بيلاقيه اختفى ومالوش اثر، زي ما يكون وجوده في عالم الارواح كان مرهون بمهمة محددة، وهي انه يقابل انغ مرة ويواجهه. وتاني يوم جي بيجي جري يحذر زوكو من خطة جاو واللي سمعها بالصدفة وهو في سفينته، وبيعرف ان الملك بعت امر بالقبض على زوكو ورجوع العاصمة علشان يتعدم بتهمة الخيانة. ساعتها زوكو بيهرب من مركب صغير، ولما بيبعد عن السفينة بيكتشف ان فيه هلام متفجر في المركب، وفجأة المركب بيتفجر. وبيطلع ان المعلومة اللي جي كان سمعها دي كانت عبارة عن طعم زوكو علشان يخلص منه. وبيقبض هو على الافاتار وبيبقى قائد الجيش، وكان بيراقب وبيشوف المركب وهو بينفجر. وتاني يوم كان انغ واصحابه وصلوا عشرة المياه الشمالية، واول ما بيشوف انغ البرج العالي في المدينة بيفتكر الرؤية اللي كيوشي خلته يشوفها وان المدينة هنا هتتدمر. واول ما بيقابل زعيم المدينة بيقول له على النبوءة، وبيطلعوا كلهم عارفين وبيجهزوا وبيستعدوا لمواجهة عشيرة النار. وقتها كان جو عامل فيها زي اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ومتعصب ومتأثر لموتزوكو، وبيقولوا انه لازم يقتل اللي عمل كده. بس ايرو بيقول له انه عارف مين اللي عمل كده، وهو يبقى اوزاي اللي ما بقاش عنده رحمة وبيقتل حتى لحمه ودمه. وجو بيفاجئوا بخطة لمهاجمة قبيلة المياه الشمالية واللي بيكون فيها كل مسخر المياه في العالم. وايرو بيحاول يخليه يتراجع علشان هو اول واحد بيفكر في الحكاية دي، بس جو بيفاجئوا للمرة تانية وبيوريه سلاح روح وبيقول له انه ده هيقلب الموازين. وازولا كانت بتتدرب وهي متعصبة واصحابها بيحاولوا يقنعوها انها هي الافضل، وان اللي ابوها بيعمله معاها ده مجرد لعبة علشان توصل لاقصى قوتها. وفي الوقت اللي كانوا في قبيلة الشمال عاملين مأدبة يرحبوا بانغ واصحابه، وساكا طول الوقت مركز وما شالش عينه من على الاميرة يواي واللي كان حاسس انه شافها قبل كده وسمع صوتها كمان. ولما بياخد باله من شعرها بيلاقيها لابسة نفس التوكة الفضية اللي شاف روح الثعلب لابساها لما كان في عالم الارواح. وفي الاول بيغالط نفس، وانغ بقى لما بيصارح زعيم المدينة انه مش بيتقن ولا نوع من العناصر التانية بيزعلوا جدا، وبيعرف انهم لا يمكن يعتمدوا عليه علشان يحميهم وانهم لازم يعتمدوا على نفسهم. وكيتارا كانت رايحة تتعلم التسخير، بس بتتفاجئ ان البنات هنا في القبيلة ما كانش مسموح لهم بالقتال، وكل اللي يقدروا يعملوه انهم يعالجوا ويستخدموا قوتهم في الشفاء. وكيتارا بتعترض وبتقول للمعلمة انها قتلت لغاية ما وصلت لهنا، فازاي انها تنسى كل ده وتعيش تسخر المية علشان تعالج من غير ما تمنع اصلا الاصابات بكونها بتهاجم اعدائهم. وساكا بيعرف من هان واحد من عشيرة المية الشمالية ان يوا كانت خطيبته، بس من فترة فسخت الخطوبة فجأة ومحدش عارف ايه السبب. وفي الوقت اللي كان انغ راح مع يواي على ضريح الافاتار كور علشان يتواصل معه ويساعده، بس يواي بتحذره لانه لما كان موجود ما ساعدش حد فيهم اصلا وقضى كل وقته في عالم الارواح. المهم ان انغ بيتواصل مع كور اللي بيدخل في حالة الافاتار وبيطلب منه انه يعمل زي ما عملت كيوشي معها قبل كده لما سخرت قوة 1000 مسخر من خلاله وهو على الجزيرة وانقذت الكل. وكوروك بيقول له انه ما يعرفش يعمل اللي كيوشي عملته، وبيحكي له انه من بعد ما بقى افاتار وهو اكتشف ان في ارواح واشباح وحاشية بتحاول تعبر لعالمنا علشان تدمره. فكوروك بيتقاتل معاه وبيقضي عمره بيحاول يحمي عالمنا من الدمار لغاية ما جسده اتصاب واصابات شديدة جدا وروحه اتضررت وما بقاش يقدر يدخل في حالة الافاتار تاني. ده غير ان كوا رجع علشان ينتقم منه وسرق وجه حبيبته، وعشان كده بينصح انغ انه يكمل طريقه لوحده علشان ما يخسرش اللي بيحبهم. في الوقت ده كان ساكا بيدور على انغ، ولما بيلاقيه كده بيستناه على ما يخرج من حالة الافاتار وبيتكلم مع يواي اللي بيقول له جملة سبق وقالتها له روح الثعلب في عالم الارواح. فساعتها بيتأكد انها فعلا الثعلب اللي كان شافها، ولما ساكا بيسألها ازاي بتقول له انه هي صغيرة تعبت جدا وابوها توصل لروح القمر علشان تساعده وتنقذ بنته، وفعلا روح القمر عالجتها وادتها جزء من جوهر روحها. ومن وقتها ويواي بقت بتتمتع بقوة روحية وتقدر كمان تدخل لعالم الارواح وتساعد الناس، وده السبب في ان لون شعرها بيض في السن الصغير ده. في الوقت اللي كانت كيتارا بتتجادل مع المعلم علشان تقنعه انها تقاتل معاهم، بس هو بيرفض تماما. ولما بتقول له انغ بعدها بتتفاجئ برد فعله اللي كان متأثر بكلام كوروك لما بيقول لها انها لازم تسمع الكلام المرة دي لانها لو قتلتك هو هيكون قلقان عليهم ومش هيقدر يدخل حالة الافاتار وممكن انهم يدفعوا حياتهم تمن. وبنروح لجو بقى اللي كان بيقرب من المدينة وكان بيخطط مع ايوليستا وبيقول له على خطته كلها وبيوريه السلاح الروحي، وبنكتشف ان زوكو لسه عايش ومتنكر كواحد من الجنود، وعمه بيقول له على خطة جو علشان يعرف يتصرف قبله لانه لو استخدم السلاح الروحي العالم كله هيختل توازنه. بس على عكس كل مرة بترفض وبتقول له انا مش هلعب الالعاب بتاعتك دي تاني، ولو عايز تختبر قوتي بجد ابعتني في مهمة حقيقية برا المملكة وانت تعرف. ولما بيهاجمها ازولا بتستحضر قوة
قوة النار الزرقاء وبترميها عليه وبتثبت له ان قلبها مش ضعيف زي زوكو. ساعتها اوزي بيعجب بشجاعتها جدا. في الوقت اللي كانت كيتارا هجمت المعلم علشان تجبره على انه يخليها تقاتل معاهم لما بيشوف مهارتها في تسخير الميه، ومع انها كانت قوة الا ان المعلم بيتغلب عليها وبيوقعها على الارض، وبيكون كيتارا بتعمل مهارة صوت الميه وبتضربه بيه، وبعدها خدعت اقراص الجليد وبترميها عليه وكانت هتقتله، بس هو بيتفادى ضرباتها وبيحبسها في رماح الجليد. ومع انه بيعجب بمهارتها الا انه برضه كان رافض الفكره، ووقتها الكل كانوا بيتفرجوا وبيعجبوا بمهاره كيتارا الاستثنائيه، وان كل اللي اتعلمته ده هي اللي علمته لنفسها وما كانتش لها معلم. ووقتها بيتفاجئوا برماد مال الجو، فبيعرفوا ان جنود النار وصلوا، فانا وسوكا وكيتارا بيطيروا بابا وبيروحوا يهاجموا سفينه النار، وبيفاجئوهم ان ما حدش بيعرف يتصدى لهجومهم. وانغي وكيتارا بيضربوا كل الجنود اللي كانوا على ظهر السفينه، وساكا بيدمر قمره القياده. وبعد ما بيهربوا ورايحين يدوروا على سفينه تانية ويدمروها، بيتفاجئوا باسطول كامل من جيش عشيره النار. اما زوكو فكان يتسلل في مركب صغير وعمه اتفق معاه يعمل ايه، وايرو بيتفاجئ ان جو عنده خطه كبيره جدا، وعمل المنطاد للميكانيكي من مملكه اوتشاما عمل التصميم بتاعه وبعته لهم، وما كانش يعرف انهم فعلا هيحولوا لسلاح. وجو كان ناوي انه يركب المنطاد ويتسلل لجوه المدينه في الوقت اللي هيكون الكل بيحاربوا على الجبهه علشان يقدر يتغلب عليهم زي الكماشه. وبيبدا هجوم الجيش على المدينه وبيرموا كرات من النار على الاسوار، والمدينه كلها بتتدمر، وبتتحقق الرؤيه بتاعت كيوشي اللي شافها انغ. وقتها كيتارا بتروح تتوسل للمعلم انه يسمع للبنات انهم يشاركوا في الدفاع عن مدينتهم والا مش هيكون في مدينه اصلا، والكل كانوا موافقينها على كده وبيضغطوا عليه لغايه ما بيوافق فعلا. والزعيم بيطلب من ساكا انه يخليه مع يواي ويحميها، وعشان لو جرى له اي حاجه هي اللي هتكون ورثته وتحمي المدينه. وعلى ما بيجي الليل كان جو طارد بالمنطاد ومعاه كتيبه وايرو هو كمان، وبيدخلوا المدينه من غير ما حد يحس ولا ياخد باله. وجو اكتشف من فتره حكايه الواحه السحريه اللي في المدينه في الجزء الخلفي منها، وتعتبر اكتر مكان مقدس عند القبيله لانها بتوفر لهم الاكل والميه اللي بيشربوها واساس حياتهم. والواحده اسمها اغاناكيلا موجود فيها روح القمر وروح المحيط، واللي بيقولوا عليهم الين واليانغ، واللي بيمثلوا توازن العالم كله. وفي كل سنه بيكون في ليله الروحيين دول روح القمر وروح المحيط، وبيتجسدوا في شكل مادي وبيكونوا ضعاف. وجو كان مستني الليله دي من يومها وعشان كده بيهاجم دلوقتي. وساعتها انغ بيشوف روح كروك الافاتار السابق بيحذروا من ان السكينه بتاعته بتقرب، وده معناه حاجه واحده انهم هيقتلوا روح القمر وروح المحيط. وانغ ما كانش فاهم سكينه ايه اللي حاسس بيها دي، وكوروك بيقول له انها سكينته وعملها من مواد من عالم الارواح علشان يقدر يقتل بها الارواح، وطالما هي هنا يبقى العالم كله في خطر وهيختل توازنه. ساعتها انغ بيروح يدور على ساكا ويواي اللي كانوا وقتها بيهربوا من الهجمات، وفجاه بتقع عليهم صخره كبيره كانت هتقتل يواي، بس يمور اللي يمور الطاير بينقذ حياتها وبيبعدها عنها، بس هو اللي بيقع تحتها وكان بيموت. وساعتها يواي بتاخده على الواحه السحريه علشان روح القمر تعالجه. وفعلا قبل ما يواي بتختفي في البركه السحريه الميه بتتوهج همومه وبيتعافى وبيرجع يتنطط من تاني. ساعتها ساكا بيشوف المنطاد اللي كان بيحط في الواحه وبيعرف بحجم الخطر اللي هم فيه. وزوكو بقى كان سبح في تيار الميه لغايه ما وصل جوه القلعه، وعشان يخرج من تحت طبقه الجليد دي بيستخدم انفاسه الناريه زي ما ايرو قال له، وايديه بتعمل نار وانفاسه بتبقى نيران بتكسر الجليد وبيخرج منه. وساعتها بيعترض طريق انغا علشان يقبض عليه، بس كيتارا بتخلي انغا يروح لمهمته وهي هتوقف زوكو. ولما بتبدا تتقاتل معاه زوكو بيقول لها انها ما جاتش كل المسافه دي علشان انت تغلبيني، وبيتقاتل معاها بقوه رهيبه، بس كيتارا برضه كانت قويه واقوى مما كان فاكرها وتقاتل معاها اخر مره. وانغا لما بيدخل الواحه ساكا بيشد بسرعه قبل ما اي حد يشوفه. وساعتها انغا بيقول لها انهم هنا علشان يقتلوا روح القمر والمحيط وكان لازم يتصرفوا قبل ما تحصل كارثه. وساعتها كان جو اللي معاه بيدوروا في كل مكان في الواحه على التجسيد المادي للروحين، وجو بيلاقيهم في البركه السحريه سمكه باللون الابيض وفيها نقطه سوداء وسمكه سوداء وفيها نقطه بيضاء، فبيعرف انهم دول الين واليانغ روح القمر وروح المحيط. وفي لحظه بيخطف السمكه البيضاء اللي بتمثل روح القمر في نفس الثانيه اللي القمر بيتحول للون الاحمر والتوازن بيختل. وانغ بيواجهه بيحاول انه يرجعه عن اللي هيعمله، حتى ايرو بيهدده انه هيقتله، بس جو مش بيهتم وكان عاوز يقتل روح القمر علشان يقضي على عنصر الميه، او بمعنى صح قوه تسخير الميه اللي بتيجي من روح القمر بما انه هو بيتسبب في المد والجز. وايرو بيهاجم جو فبيوقع منه السمكه، وساعتها انغ بقوه الهواء بيشيلها علشان يرجعها للبركه، بس جو كان اسرع منه وبيطعن السمكه بالسكينه السحريه يقتلها في ثواني. وفجاه القمر بيختفي تماما والمدينه بتنهار وقوه تسخير الميه بتختفي وكل اللي بيقتلوه بره بيضعفوا، وده بيخلي جيش النار يقتحموا المدينه ويسيطروا عليه. ساعتها انغ بيفتكر كلام الافاتار السابقين على انه لازم ياخد قرارات مستحيله حتى لو هيضحي بنفسه علشان يحمي العالم، فبيدخل في حاله الافاتار وبينزل البركه السحريه ويسلم نفسه الروح المحيط علشان يستعيد التوازن في العالم. وفجاه الميه بتتحرك وبتخرج روح المحيط، وهي عباره عن سمكه ضخمه جدا من المياه وبتهاجم كل اللي من عشيره النار. وساكا بيخرج علشان يفوت انغ ويخرجه منها، بس يوي بتقول له ان ده مستحيل وانغ ما بقاش موجود خلاص. وساعتها زوكو بينهار علشان فقد الافاتار تاني ولا يمكن رابع، وعمه ايرو بيقنعه انهم لازم يهربوا علشان الافاتار ما بقاش له وجود خلاص ويبتلعوا روح المحيط الغاضبه. ووقتها زوكو بيمشي مع عمه بس بيشوف جو بالصدفه فبيهاجمه علشان هو السبب في كل اللي بيحصل وكل الخسائر اللي حصلت له، ولما بيضربه كان هيقتله وبيقول له
والحقيقة وإن المهمة للبحث عن الأفاتار ما كانتش علشان يرجع المملكة ولا حاجة، وإن أوزاوي الملك عمره ما هيقبل بده تاني، وإن المهمة دي كانت لعبة علشان يستفز أوزولا، والنار اللي كان زوكو عايش فيها كانت هي اللي بتسن سلاح أوزولا. وزوكو ما كانش قادر يستوعب، بس كل الكلام جه وكان صح فعلا، وأوزو ما عندوش قلب ومش فارق عنده ابنه، ولما بيسيبه ويمشي جا وكان هيقتله غدر، بس إيرو بيضربه بصوت النار يخليه يتفحم في لحظتها. وبره كانت روح المحيط غضبها بيزيد وبتهاجم الكل، وجنود النار كانوا بيرموها بكرات النار، بس النار هتعمل ايه في الميه؟ ومره واحده بتبدا تدمير في الاسطول كله، وبترمي السفن يمين وشمال لغايه ما بتبعدهم. وساعتها كيتارا بتنادي على انغا علشان تفوقه، وفي الوحي هي قررت انها ترجع الروح اللي جواها لروح القمر تاني، لانها وهي صغيره روح القمر اديتها جزء من روحها تعيش بيه، فدلوقتي وقت رد الجميل، وكانت مصممه انها تعمل ده. ولما ساكا بيحاول يمنعها، يوي بيثبته في الارض الجليد وبتنزل البركه السحريه، وساعتها يوي لما بتسلم روحها للقمر هي بتختفي وبيرجع التوازن للعالم من تاني، وانغا بيتحرر من روح المحيط وغضبها وبيرجع لحالته الطبيعيه، وبعدها بيبداوا انهم يعالجوا المصابين ويجمعوا موتاهم. وانغا متاثر علشان مهما عمل مش هيقدر انه ينقذ الكل. والمعلم باكو بيعرض على كيتارا انها تستنى معاهم وتدرب جيل جديد من مسخر المياه، وهي بتعتذر علشان لازم تكمل الرحله مع انغا ويتعلموا تسخير الميه. وزوكو بقى كان هو وعمه بيدوروا على سفينتهم والطاقم بتاعهم علشان يطمنوا عايشين ولا ايه، وانغا واصحابه بيقرروا انهم يرجعوا كيوشي علشان انغا يتدرب هناك من غير مشاكل. ولما اخيرا المعركه بتوصل للملك اوزاي بيتفاجئ وبيزعل ان ابنه لسه عايش، وما كانش متفاجئ من الفشل اللي حصل، بس هو عمل كده علشان يشتت الانتباه، لان في الاصل ازولا كانت ترأست جيش كبير ونجحت اخيرا بعد 100 سنه من انها هي اللي تقدر تسقط مدينه اوماشو زي ما ابوها كان بيتمنى. ودلوقتي ما بقاش باقي غير باسينغ هي اخر مدينه هيستولوا عليها، وبكده يكون العالم كله في قبضه اوزاي سيد النار. واوزاي كان عامل الخطه دي من البدايه علشان يضحي باوزوكو واللي في اعتباره ضعيف، وعشان اوزالا قوتها تزيد. وبعدها واحد من الشيوخ بيكشف للملك اوزاي عن اخر اختراعاتهم لمراقبه السماء والفلك، وانهم قدروا يوصلوا للاختراع ده بعد 100 سنه من المحاولات. وبكده بتكون خلصت احداث مسلسلنا، ونتقابل الحلقه الجايه في مسلسل جديد، والسلام.